تكملة بقى الموضوع السيارة، ففي نصيحتين تاني عايز اقولهم لكم عن اللي حصل معايا. الوقت اللي انا كنت بدور فيه على سيارة كان واحد بيدور معايا على سيارة، حد قريب مني يعني، فكنا بندور مع بعض. هو بيفهم في السيارات كويس جدا يعني. فروحنا علشان ناخد له سيارة من راجل، جربها، مشي، لف، بص على المكنة، المساعدين، مش عارف ايه، تمام التمام. فتاني يوم قابلنا الراجل ورايحين نسجل السيارة وكده. فاحنا ماشيين في الطريق، فأذان المغرب أذن، فبيقول لي بعد ان شاء الله ما نسجل كده وبتاع نصلي بقى. قلت له خلاص ماشي بإذن الله. فاحنا بنتكلم كده بصوت واطي، راح الراجل واقف قال يا جماعة يلا بينا عشان هنصلي بعدين نبقى نروح نكمل. راح واقف وركن عربية على جنب في حتة اساسا يعني مش بتاع باركينج علشان يصلي وبتاع. فراح قال لي تبارك الله فيه، الراجل ده خير مننا والله. يعني انا كان نفسي اصلي بعد ما اخلص، هو فضل الصلاة على البيع والفلوس وكده وبتاع. ربنا يبارك له، نفسي ابقى زيه يا رب. فرحنا صلينا معاه وبتاع وبعدين خلصنا، رحنا خدنا السيارة وتمام التمام. ركناها تحت البيت عند اللي معايا ده. تاني يوم صحي بيدور السيارة، الجير يدي الاول يدي التاني، الجير مش شغال، الجير طلع بايظ، ولازم ان السيارة تبقى سخنة نص ساعة علشان خاطر يشتغل، وقت ما بتبرد ما بيشتغلش. فالنصيحتين هما ايه؟ ان انت ما تأمنش بالمظاهر او ما تثقش في حد بالمظاهر. ثانيا ما تشتريش سيارة وهي سخنة، وحاول تعمل الفحص اللي هو ب 300 درهم الكمبيوتر ده عشان يبين لك كل حاجة، عشان ما يحصلكش اللي حصل لنا يعني. احنا ما عملناش الفحص ده للاسف، وفرنا ال 300 درهم بس. والسلام عليكم. يا ريت تعملوا لي فولو يا جماعه هنا، واللينكات بتاعت السوشيال ميديا كلها عندي على الصفحه، وشكرا.